لكن فجأة سمعت صوت فرامل شديدة، ناس بتصرخ، أطفال بتعيط، صوت خبط في كل مكان. وبعدها كل حاجة قلبت ضلمة ودخان. القطر اتقلب، الحديد بيتكسر، والإزاز حوالينا زي المطر، والنار كانت حوالينا في كل مكان. لقيت نفسي ماسك إيد ليلى وبجري بيها بره، ومش عارف إزاي ربنا كتب لينا عمر جديد. ومن اللحظة دي قربنا قوي من بعض بسرعة مش طبيعية، وكأن القدر هو اللي رتب الصدفة دي. ليلى بقت بالنسبة لي أحلى حاجة في حياتي، وفكرنا نتجوز. لكن الغريب من يوم الحادثة. الرجاء الإعجاب والاشتراك بالقناة، هذا يساعدنا على تقديم كل ما هو جديد.